أخطاء المستثمرين في سوق العقارات وحلها في إيدك كوسيط محترف. في وسطاء كل هدفهم البيع، وفي وسطاء هدفهم يبنوا علاقة تمتد لسنين. وصدقني مفيش علاقة بتستمر إلا لو كنت دايما واقف في صف العميل، وخصوصا لما يكون لسه داخل الاستثمار العقاري لأول مرة. النهاردة هقولك على أخطر 5 أخطاء بيقع فيهم المستثمر، وإزاي أنت كوسيط تحميه منهم. الخطأ الأول، الاستثمار بدون هدف واضح. عميل يقولك أنا بس حابب استثمر وخلاص. ده أخطر نوع من العملاء، لأنه هو نفسه مش عارف هو عايز ايه. عايز عائد شهري، ولا عايز كابيتال ابريشيشن، ولا عايز جنسية، ولا عايز حتى يسكن. طب الحل، ساعده انه يحط هدف قبل انت ما تحط له مشروع. اسأله الأسئلة الصح زي اللي كنا اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. الخطأ الثاني، مطاردة العائد الأعلى من غير حساب. في مشاريع بتقول عائد 12% مضمون ودخل شهري من أول يوم، لكن لما تدخل التفاصيل تكتشف مصاريف إدارة عالية، تسليم متأخر، مفيش ترخيص للشورت تيرم، والعائد مش مضمون أصلا. الحل، افتح الأرقام مع العميل واحسب معاه الجروس والنت، وقول له الحقيقة حتى لو ضد إتمام البيعة. الخطأ الثالث، تجاهل موقع العقار. بعض العملاء بينبهروا بالسعر المنخفض ويروح يشتري في مكان مش مناسب أو بعيد عن الخدمات من غير ما يفكر. هل المكان ده عليه طلب؟ طيب هل في 100 عقار شبهه بيتأجر؟ طيب هل هتعرف تبيعه بعد كده؟ الحل هنا ايه؟ اعرض له الخرائط، التطويرات المستقبلية، البنية التحتية، الخطة العمرانية للمنطقة. نخليه يفكر كأنه عايش هناك مش بس بيشتري. الخطأ الرابع، ما نحسبش مصاريف ما بعد الشراء. العميل بيحسب سعر الشقة لكن ينسى رسوم التسجيل، رسوم الفرش أو التأثيث، الصيانة، الفراغات اللي بين المستأجرين، رسوم الإدارة. الحل بقى، أعمل له محاكاة حقيقية. هقول له أنت هتدفع كذا وهتدخل كذا، هيتبقى معاك كذا. وخلي بالك، شفافية يعني ثقة يعني صفقة. الخطأ الخامس، بيع العقار بسرعة أو تأجيل البيع طول العمر. بعض المستثمرين بيبيعوا أول ما يرتفع السعر شوية ويفقدوا فرصة أكبر، والعكس في اللي يفضل محتفظ بعقار لا بيبيعه ولا بيأجره وخايف يبيع. ايه الحل؟ ساعده يعمل تحليل سنوي للعقار. هو ده لسه هيكسبك ولا في فرصة تانية أفضل؟ طب لو في أصل تاني ينفع نبدله ونكسب أكتر، خليه يعرف عشان المحفظة تتحرك وتكبر. الخلاصة، العميل مش دايما خبير، والمجال فيه مشاريع كتير، وكل رقم مش دايما حقيقي. بس انت مش بس وسيط، انت في عينه الخبير اللي بيمنعه من الغلط واللي عنده أبديت السوق. ولو حميت العميل من الخسارة هيكون دايما معاك في أي ربح. فالحلقة اللي جاية هنلخص الرحلة كاملة من أول فهم البلد لحد فهم العقلية والمحفظة والعائد، ونجاوب على سؤال واحد: إزاي تبقى وسيط بس بعقلية مستثمر؟ تابع آخر محطة في السلسلة عشان تكون الوسيط اللي كل مستثمر بيدور عليه.